عصابات الحوثي الإجرامية في مؤسستينا العسكرية والأمنية. الرئيس اليمني هادي أصدر توجيهاته بوقف المواجهات، واجتمع مع كبار مستشاريه وقيادات من أنصار الله الحوثيين، فيما اعتبر مراقبون سياسيون هذا الاجتماع محاولة من الرئيس هادي لإضفاء طابع الشرعية السياسية على مطالب الحوثيين. هي محاولة من الرئيس يعني إبعاد نفسه عن الصراع السياسي وتحويل الصراع إلى ما بين القوى السياسية. يريد من القوى السياسية أن تلبيه هي مطالب الحركة الحوثية. يرى مراقبون سياسيون أن تغليب أصوات الرصاص على لغة الحوار في الأزمة القائمة بين الرئاسة اليمنية والحوثيين من شأنه عودة الأوضاع إلى المربع الأول ودخول البلاد في حرب أهلية مدمرة. عبد الكريم الشيباني، الحرة، صنعاء. وفي سياق متصل، أعرب سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن أعربوا عن قلقهم من الوضع الذي تعيشه العاصمة صنعاء جراء المواجهات التي اندلعت اليوم بين جماعة الحوثي وقوات الحماية الرئاسية. ودعا سفراء الدول العشر في بيان لهم جميع الأطراف إلى اتخاذ الخطوات لتنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار. كما أعربت الدول العشر عن رفضها لاستخدام العنف للإطاحة بالتحول السياسي في اليمن من أجل مصلحة خاصة وفق تعبير البيان. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف ينضم إلينا من صنعاء الكاتب والمحلل السياسي السيد محمد عمر مؤمن. يعني سيد مؤمن، التوصل لوقف إطلاق النار بين قوات الحرس الرئاسي والمسلحين الحوثيين يوحي بالتهدئة، ما الذي حدث كي يحاصر الحوثيون مكتب رئيس الوزراء خالد بحاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي التهامي الذي كان رسول الحب والسلام وإلى الآن. لا نقول أولا إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما تمر به اليمن الآن لا يمكن وصفه إلا بالمصيبة. المؤسف جدا أن يصبح الصراع واللجوء إلى القوة هو سلاح الفاعل لدى القوى المتصارعة سياسيا. ما يدور في اليمن الآن للأسف خروج عن كل أدوات المنطق وكل أدوات العمل السياسي، وهو يمكن أن نطلق عليه افتئات على الدولة، مهما كانت الدولة تحمل من سلبيات ومن مساوئ ومن قضايا فساد. ولكن سؤالي تحديدا سيد مؤمن، لماذا أقدم الحوثيون على هذه الخطوة بعد التوصل لوقف إطلاق النار؟ على العموم بالنسبة ما يدور الآن، أولا أختي العزيزة في اليمن لا يمكن استيعابه سياسيا لأنه خرج عن المألوف. لا يمكن أن نقول أن هناك طرف إذا التزم بشيء يمكن أن يستمر في هذا الالتزام أو ما اتفق عليه. الآن اليمن تخوض معارك سياسية بين أطراف تحولت إلى ميدان سياسي مسلح. كل طرف يريد أن يفرض أجندته، ولكن للأسف أن هناك في الجانب الآخر الطرف هو الدولة، هو رئيس الجمهورية. نقول بكل ما يحمله من السلبيات لا نوجد مبرر للهجوم على دار الرئاسة، ولا يمكن تبرير محاصرة منزل رئيس الوزراء. العمل السياسي يجب أن يكون عبر القنوات السياسية لا عبر السلاح وعبر أدوات القتل. نعم، بالتوقف عند ما ذكرته وزيرة الإعلام السيدة نادية الثقاف، قالت إن الهجوم على قصر الرئاسة اليوم يعد محاولة انقلاب دون أن تحدد من يحاول الاستيلاء على السلطة. هل فعلا ما جرى يرقى لذلك الوصف سيد مؤمن؟ أكاد أنا أذهب إلى أبعد من هذا. ما أعتقده جازما أن الآن ما يدور في اليمن هو برنامج أكبر من حجم الوطن. نعتقد أن بهذه الأحداث الآن تمنح القوى التي تسعى إلى تمزيق الوطن إلى شقين ونعود به إلى ما قبل عام 62، بحيث يمسك تقبض يد في الجنوب على هذا الحكم، وهي متمثلة في ما كان يسمى زمان بالجبهة القومية، وأن تعود اليمن الشمالي بكامل مكوناته الاجتماعية إلى حكم ما قبل 62 في القرن المنصرم. للأسف هذا ما نخشاه الآن، وصول النزاع إلى نزاع مسلح منح القوى الانفصالية في الجنوب ورقة دافعة وورقة ناجحة
في محاولة فرض أجندتهم الانفصالية، ولا يمكن أن نحمل هذا الطرف نعم. لوحده السبب، ولكن جميع الأطراف التي تخوض هذه المعارك ومن المستفيد سيد مؤمن من هذا النزاع المسلح؟ مسؤولية ما ستؤول إليه البلد من صراع. من المستفيد من هذا النزاع المسلح الذي تحدث عليه المتصارعون على السلطة بدون شك. أن الآن من المستفيد من يحمل السلاح ضد الدولة. هم يعني نقول أن الحوثيين تحدثوا بصورة واضحة أن أهم النقاط في ملفاتهم، وهذا ما ظهر في المبادرة المقدمة من 5 نقاط، كانوا مركزين بصورة ملحوظة على مأرب. وهذا الآن ما دفع القوى القبائل الجنوبية أن يكون لها موقف واضح ومؤيد. مثلا مدير مكتب رئيس الجمهورية، ظهرت قبائل مأرب الآن تؤيد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، وتهدد بأن ستكون لها إجراءات قد تكون اقتصادية متعلقة بالنفط والغاز في تلك المنطقة. نحن نقول بصورة واضحة كأبناء هذا الوطن أن ما يدور في هذه الأثناء في اليمن نعم. ما هو إلا مخطط الغرض منه تفتيت هذا الوطن، ومشروع أن يتحول اليمن إلى إقليمين، ما هو إلا نقطة أو إجراء نعم. مرحلي إلى وصولا إلى تمزيق وعودة اليمن إلى ما قبل وضحت 22 مايو أو إلى ما قبل 62. أشكرك الكاتب والمحلل السياسي السيد محمد عمر مؤمن، كنت معنا من صنعاء.